مرحبا، يعطيكم العافية. أنا إبراهيم من غزة. آخر الأخبار والتطورات اليوم. في اتصالات أجرتها إسرائيل والولايات المتحدة مع مسؤولين من السودان والصومال لفحص إمكانية توطين سكان غزة. تمام. في مسؤول سوداني طلع وقال بأنه إحنا رفضنا أصلا هذه الفكرة جملة وتفصيلا، وكمان يعني كيف قال في تصريحاته بأنه يعني الموضوع أصلا ما أخذش نقاش، كان في رفض كلي لهذا الأمر. طيب شو في عندنا كمان؟ زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد طبعا كالعادة بناطح في نتنياهو، قال بأنه الأفضل لنتنياهو التوصل لصفقة تبادل وإعادة المختطفين. تمام. تحت جنح الظلام، عصابات المستوطنين تهاجم خربة المراجم جنوب نابلس وتحرق 36 منزل ومركبتين وممتلكات للمواطنين. وأشار رئيس مجلس قروي دوما إلى أن قوات الاحتلال أعلنت خربة المراجم منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت أهالي دوما من الوصول لإسناد سكان الخربة. تمام. طبعا الموضوع يمكن مش الأبرز، اللي أقل شوية أهمية هو أنه بعد التنسيق ما بين زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل موافق طريف والسلطات الإسرائيلية، عشرات من رجال الدين الدروز من سوريا دخلوا للأراضي الفلسطينية المحتلة في زيارة دينية. أعتقد راحوا لقبر يوشع بن نون، لا قبر النبي الحين بشوف الخبر، قبر النبي شعيب عليه السلام أعتقد، مش متأكد لأني قرأت الخبر مرور يعني قبل شوي، الحين برجع له. تحقيق جيش الاحتلال في معارك نير عوز بغلاف غزة يوم 7 أكتوبر. بقول التحقيق والتقرير بأن الجيش فشل فشلا كليا في الدفاع عن كيبوتس نير عوز، ولم تكن القوات مدربة على أي سيناريو مماثل أو قريب. قيادة الجيش لم يكن لديها صورة كاملة للوضع، ولم تفهم خطورة الأحداث في نير عوز، ولم ترسل قوات كافية، كما واجهت القوات التي تم إرسالها صعوبات وتأخرت على طول الطريق. الفشل في أحداث نير عوز غير عادي ومؤلم بشكل خاص، وهو الأكبر الذي يرتكبه الجيش في غلاف غزة. قالوا في التقرير: لقد كان هناك مزيج قاتل، عدد كبير من المسلحين الفلسطينيين، وموقف صعب للغاية، وقوات لم تصل في الوقت المناسب. بعد تهديدات أمس، نتنياهو يقدم شكوى بحق رئيس الشباك السابق ويتهمه بالابتزاز. أهالي بلدة حضر بالجولان السوري في بيان لهم قالوا: نستنكر زيارة مشايخ الدروز لفلسطين المحتلة بدعوى من جهات موالية للاحتلال. قالوا في البيان: إسرائيل لم تحرص يوما على حقوق الأقلية أو الأقليات وتستغل الزيارة لزرع الانقسام. وقالوا بأن إسرائيل تسعى لاستخدام الطائفة الدرزية لتحقيق مصالحها التوسعية في الجنوب السوري، ولن ننسى جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق أهلنا بالجولان والضفة الغربية وغزة. هذا ما جاء في بيان لأهالي بلدة حضر بالجنوب السوري المحتل. حماس تقول: وافقنا على إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية وجثامين 4 من مزدوجي الجنسية. طبعا هذا الخبر من أهم الأخبار اللي قرأتها اليوم. تمام. 80,000 مواطن أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، ربنا يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. في محلل سياسي قال بأن موافقة حماس على إطلاق سراح جندي أمريكي وجثامين أسرى إسرائيليين هو مؤشر جثامين أسرى مزدوجي الجنسية اللي هم أمريكيين وإسرائيليين. بقول إنه هذا مؤشر لأهالي الأسرى الإسرائيليين بأن ترامب ينجح في الإفراج عن الأسرى الأمريكيين، ونتنياهو يطارده الفشل في الإفراج عن أسراكم. طبعا بعد هذا الخبر بأنه حماس وافقت على إطلاق سراح أو وافقت على المقترح اللي قدموه الوسطاء، القناة 13 العبرية قالت بأن نتنياهو يجري بعد نحو ساعة تقييما خاصا بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وإدارة ترامب حسب ما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إدارة ترامب ضغطت للإفراج عن عيدان ألكسندر الذي كان مقررا الإفراج عنه مع باقي الجنود. في بيان نشره مجلس سوريا الديمقراطية أو اللي ما يعرف قسد أو مسد، مش متأكد إيش بيقولوا عنهم، بيقولوا أعلن رفضه التام لمسودة الإعلان الدستوري المقدمة من الحكومة السورية المؤقتة. الكثير من الأخبار تجدوها هنا على قناتي على يوتيوب إبراهيم حمدان. يعطيكم العافية، اعملوا متابعة للمزيد، وللتبرع تواصل معي واتساب. شكرا كثير لكم.